خويا مسطار كتعض بنتها، عضات بنتها بسنانها وكتقول اي ضروني سناني تيلمون الا في مال لي دون ديالها وكتبت داك المشهد ديال العضان ديال البنت كتغوت كتقول شفتي لان غدير موجيني في اللايف والبنت السوف لا بتيت. اكثر من هذا البيبي رزات البيبي دات له هكا البيبي فلولي اكثر من هذا. خرجت تسكر هي والزوج ديالها قال لك ما كاينش خرجوا يسكروا هي وياه وخلات الاطفال بوحديتهم. وشكون رب الاسره؟ هو ريان اللي عنده 10 سنين، هو اب، هو ام، هو اخ، هو خاله، ولا اسره. ديك الوليدات كيدير ليك واش ولا نونو ولا طباخه ولا فام دميناج ولا داك الوليد كيدير كل شيء. هذاك الوليد دمراته. كانت غير تخلي عندك السيده اللي كانت دايره في خير، كانت دايره في خير ديك السيده. بغيتي تجيبي اذا علاش جبتيه باش تعذبيه باش تعنفيه؟ عذبات داك الوليد راه نهار جا عندها ريان والولد ولا واحد اخر. علاش؟ ولات هو كيتعاطى مع الناس في لايف، ولات هي كتحمى بدوك الوليدات لان كلشي سد عليها. كتجيب هذاك الوليد كتقول له قول لهم وعايرهم. الولد تيلمون عنده واحد اون باز ديدوكاسيون مخلق من ديك الناس اللي رباوه كيحشم تيقول انت ماشي راجل، انت مثلي، انت غنخرجك الزنقه. هذا كله راه مدون محطوط عند وكيل الملك. اذا الشكايه اللي درتوها بالضبط درتو اولا بعد واحد الشكايه بالزوج اللي البارح خرج بعد اعتقال احتياطي. الوغ حنا الشكايات اللي حطينا بعائشه الصغيدي لان كتعنف وليداتها. حنا بغينا نحميو الوليدات، كنقلبوا على المصلحه الفضل ديال الاطفال. فماشي حنا اللي كنسجنوا، وانا شخصيا ما نبغيش هاد السيده تمشي للحبس. حنا بغيناها تعالج لان رفضت لينا تمشي تعالج، رفضت الطبيبه النفسانيه باش تعالج، رفضت حتى الزوج ديالها وكتشرب الدواء وكتشرب الكحول. فاحنا بغينا نحميو هاد السيده. الا ما كانوش قدينا عليها حنايا راه القضاء غادي يصيفطها فين تعالج. اللي كانت ما خصها تعالج. حنا ما نقدروش هاد الوليدات تعطيو هاد الام ديالها باردون ما يتعطاولهاش الام ديالهم. فاحنا نداء ديالنا السيد وكيل الملك والسيد وكيل العام القضاء اسره القضاء ما يمكنش هاد البنت نعطيو هاد الوليدات لان غادي تزيد تدبرهم مازال. حنا بغينا تعالج، حنا نداء بغينا تعالج، ما بغينا حتى شي ام تسجن. بغينا نصلحوا الاسره، بغينا ندمجوا الوليدات داخل الاسره. حنا اش غرض عندنا نهزوا الوليدات من عند ام ديالهم نديروا واحد الخيريه نفرقوهم؟ لا مش هذا هدفنا. حنا كنخدموا باش التماسك ديال الاسره. السيد وكيل العام والساده باش نوضحوها للناس، راه ملي كيلقى شي طفل متخلى عنه ولا شي طفله متخلى عنها تيلقاو السلطات الامنيه وكيديروا استشاره مع النيابه العامه المختصه، راه كيقول لهم شوفوا واش كاين مو واش كاين كنقلبوا بحث فائده العائله. كيفاش اتصلت بك ديك البنت اللي عندها كنزه هي تنقلبوا افكتيفمون نرجعوها لعند امها، نرجعوا الاسره ديالها حنا كنتابعوا الاسره. حنا فاطمه الزهراء الا جاتنا شي حاله من عند طرف السيد وكيل الملك او وكيل العام وكتحل عندنا راه ما نقلبوا على الاسره. فاش كنقلبوا على الاسره كنقول لها تلقاو ديك الاسره غير لائقه وما يمكنش نحط داك الطفل عندها. باش كندير؟ ما كنديروا متابعه لديك الاسره لان ما عرفتش تربي ديك البنت وما رباتهاش وعلاش لحتيها علاش هملتيها. كنديروا الاهمال. نعم استاذه نرجعوا للموضوع. فاحنا الموضوع ديالنا هو سيتي سا. انا الصباح درت واحد اللقاء مع الزوج بين قوسين ديال هويا مسطار. قلت ليه راه واحد الجمعيه دارت بك شكايه لانك كتاجر بدوك الوليدات وقال لك ولا انا ولدي عندي الحق انني ندير باللايف. قلت له لا ما عندكش الحق، هذاك قصير فالو ضوا راه ما عندكش الحق. راه قلت لي ماشي الجمعيه اللي كتقول لك ما عندكش الحق ولا للصحافه، راه القانون ما كيسمحش لك انك تبين اطفال قصيرين وتطلب بهم. راه باقي كنقول لك فاطمه زهر بزاف الناس خصهم يتكونوا. شي هاد اليوتيوب ما عرفولوش بحال شي واحد عطيتيه صباط كبر منه، ولا عطيتيه طوموبيل سوقه وما عندوش بيرمي. اش غيدير؟ اول حاجه راه كيخرج راسو، حاجه غيدخل في حيط. هي هذه هادشي اللي كيوقع لهم. شحال من يوتيوبرز هو فين مشى؟ الاعتقالات الكفالات الكفالات هادشي اللي كاين. داكشي بدايه النهايه ديال هذا تصحيح مسار لان ما يمكنش القضاء كيخدم. رجال الامن خدامين. اللي كتقول لك رجال الامن ما كاينش المخزن، كاين المخزن وكل شيء كاين، ولكن كانوا كيتعاطفوا وكانوا تيقولوا ربما غادي تغير هاد السيده. احنا براسنا كنا تنقولوا ربما غتعالج، ربما السيده غادي دير الوليد الاول الثاني الثالث غادي تغير شويه، ولكن للاسف راه هي ضحيه ديال هذوك الناس اللي كيشجعوها وتيقولوا ليها في الخاص خرجي سبي
وخرجي ضربي وخرجي كل علاش؟ وهاد الناس اللي كتضرب فيهم اليوم هما اللي غيوقفوا معاها هما اللي واقفين معاها. هذاك السلطه اللي كتضرب فيها هي اللي كتعتني بوليداتها، هي اللي تعطاو التعليمات باش الجده تجي وتعطاو الوليدات للجده. دونك بيان سور انا طوندو على معاها البارح ودخلوا ريتاج قدام الفرقه الجهويه على البرد. هذوك المؤسسات اللي كتضربوا فيهم واللي للاسف الشديد الناس بزاف ما عارفينش راه كاين مغالطات، راه ماشي فقط في المغرب فين كاين العقوبه ديال الناس اللي كيضربوا في المؤسسات، راه كاين في العديد من الدول ديال العالم، لان الضرب في المؤسسات هو اهانه لينا كاملين. الضرب في المؤسسات، هذه المؤسسات اللي كتدافع علينا، وهذا القضاء المغربي الا جينا كنهينوه راه ما يبقاش عندنا عداله في المغرب. بيان سور اليوم حنا ندين اي واحد كيضرب المؤسسات ديالنا، واي واحد كيحاول انه يطاول على الاجهزه ديالنا اكيد حنا كندينوه، وكاين قانون اللي كيتابعهم. هذه ماشي حريه التعبير، حريه التعبير دون المساس. الزوج يقول لك لا بالاعراف ديالنا لا بالقوانين ديالنا. عيب وعرض شنو اللي كنسمعوا اليوم في انا تفاجأت البارح مع 12 اللي جاني فيديو الاب مصور البيبي ديالو وتيبكي على المغاربه وتيقول لهم عاونيني راه ما عنديش الحليب، خصني ندير لاكوش الحليب وخصني هذا، اجي ريتاج هضري انا معاهم. انا شفت الفيديو مبين ريتاج، وحنا مشكلنا شنو هو هذاك هو ريتاج، بدينا بالريتاج نحميو ريتاج. الام ديالها مشات للحراسه النظريه وانت خرجتي كتكمل المهمه. شنو هذا؟ ماشي نقدموا شكايات بيان سور ما نسكتوش، راه ريتاج راه بنتنا، راه بنت المخزن دابا حاليا ريتاج ودوك الولاد ولاد المخزن ديال الام ديالهم راها كيحميوها المخزن. انا نهضر باللغه ديال هذوك القنوات، راه المخزن هو اللي كيحميها اليوم، راه المخزن هو اللي كيحمي الوليدات اليوم، وليدات هويا من راه المخزن هو المخزن راه هو اللي غادي يصيفط هذيك السيده فين تعالج. نعم استاذه، كاينين شكايات اخرى من عند جمعيات؟ كان شكايات اخرى اللي توجهات الشكايات حنا اللي حطيناها هي العنف ضد الاطفال بيان سور، والقدوه السيئه وكذلك في الضرب المقدسات. فهادو كلهم يعني انتم شحال من جمعيه استاذه اللي كنتوا قدمتوا هاد الشكايات؟ حنا تقريبا كاينين واحد جوج، ولكن كاين بزاف ديال الشكايات، كان عديد ديال الشكايات. ولا غادا في الطرح الضرب المؤسسات ديال الدوله، المؤسسات ديال الدوله والقدوه السيئه والتعنيف ديال الاطفال. انا اللي ضروني اكثر، وما غاديش يتعاطفوا حتى الوكلاء الملك ولا القضاة ولا راه ما يتعاطفوش، لان دوك الوليدات دمروا. راه البنيته راه داك الاسلوب باش كتهضر ريتاج راه كتهضر كوبي كولي ديال هويام صغيره مينياتور، راه السب كلام نبي هذاك الشيء. انا كنطرح سؤال، كيفاش هاد البنيته كيتعاملوا معها في المدرسه الاصدقاء ديالها، كيفاش رايين كيتعاملوا معها الاصدقاء ديالهم في المدرسه؟ هذا هو اللي الوليدات اللي ما نهضروش. والقرايه راه قطعت الكتاب، راه عندي الفيديو قطعت الكتاب، ما تقراش وشنو؟ ولاش مشجعين على داك الشيء؟ واش نتوما ولادكم بغيتهم يطرى لهم هكا؟ واش بغيتوا ولادكم تنمروا عليهم؟ واش هذه بنتكم؟ يا كانت بنتكم نوضوا تحركوا، السيده خصها تعالج. اذا كانت ريتاج بنتكم وهويام حسيتوا بان مريضه ويدفيد نعالجوا هاد السيده. انا اقترحت النهار الاول فاطمه الزهراء، انا هاد السيده ما قدرش على الواد يصيفطهم ليا، حنا نسجلوهم يقراو، حنا نسجلوا في الحاله المدنيه، حنا راه ما تعالج. راه هاد الولاد ما يتحيدوش الام ديالهم ابدا، راه ما عمر شي جمعيه كتحيد الوليدات الام ديالهم، والام كاينه حيه. نعم، راه ما كنصيفطوش ولاد الخيريه لان الوالدين كاينين، فاحنا كنخدموا ان كنحملوا المسؤوليه الوالدين. فاليوم كان هذا ميساج، هذه لا ليست بدات وتشينو ياخذ الجزاء، هويام ستار، الياس المالكي راه مشى الحمد لله. لا ليست باقا طويله فاطمه زهراء، لا ليست باقا طويله، وقريبا نخدموا على المحمديه، على واحد السيده اللي هي كذلك كدير هادشي افلام داكشي خطير، كتضرب هي والزوج ديالها وكديروا شكايه وكنخدموا المحمديه شكايه عند وكيل الملك وكدير غادي نسمي لك كاينين يوتيوبرزات غادي من بعد حتى هي راس الشكايه كتحط البنت والضرب والتهراس وهذا، والشكايه كتحط الشكايه. كيخدموا القضاء دابا هذه المصيبه الكحله، كيخدموا وكيل الملك، يخدموا البوليس، يخدموا الشرطه، يخدموا لومبيلونس، يخدموا الطبيب، يخدموا كلشي. وتوصل درت لي التنازل ورغبني ودرت لي التنازل وعاود دير فيلم ديال التنازل وعاود فيلم ديال شنو المزاله. هذا راه خصهم شوفي هذا ما نكذبش عليك، هذا القوم هذا انا ما عرفتش اش من بلانيت جاو.
والله الا نستحيي اننا نحشم. نشوفوا وكلاء عامون وكلاء نحشم الملك انا وقضاة فاش كنحط فاطمه الزهراء شي شكايه قسما بالله الا فاش كنحط شي شكايه بشي يوتيوبرز ولا شي هذا كنستحيي كنحشم فرحبتهم. داكشي اللي كيسمعوا الوكيل وذاك العيب داك المدمجه اللي كتكون داك الاقراص داك الكلام النبي كيفاش غدير غتنقصي ما يمكنش كيما نتوما غتنقصوا راه يمكن كما كتحطوا نتوما المجتمع كتوصلوا له واحد الصوره حتى حنا كذلك حنا كنديروا تقارير وكيل الملك والسلام كنحطوا داكشي اللي كاين. استاذه كيشوفي القاضي حشومة. بجلاله قدره هكاك مهيب تنعرفوا شكون هو القاضي. القاضي هو اللي كيحكم بالقانون، القاضي هو واحد الشخص اللي هو موقر ولنا منه كل الاحترام والتقدير. كيبدا يسمع في دوك الاقراص المدمجه مدمج داك الشيء مازال فيها والفاعلين والتاركين مازال. غندير لك واش هاد اليوتيوب دار لهذا الشيء وغنسعل فاطمه الزهراء واش اليوتيوب دار لهذا الشيء والله حوته ها سمكه ها حسبع ها حولي ها والله العلي العظيم الا زعما داك الشيء ما شوف داك الشيء ماشي ديالنا واش ديال الاسره المغربيه اللي بغينا لا ابدا 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 انا قلت لك رجعوا من شي قاره اخرى انا هادو اللي كيديروا هذا الشيء جاوا من قاره اخرى قسما بالله ماشي من الاسره المغربيه والله العلي العظيم حاشا لله باش يكونوا هادو مغاربه وتربوا في اسر مغربيه واسر اللي عندهم اصاله وعندهم حاضر وماضي ما يمكنش هادو ما عندهمش يسمعوا لهذا ما عندهمش هادو ناس ما عندهمش جاهم شي بلانيت طاحوا ونزلوا علينا هذا قضاء حنا كنصرفوا فيه. وانا اللي كيضرني ان البوليس كيخدم الوكيل كيخدم القاضي كيخدم المحامي كيخدموا شنو المزال هذا حشومه المحامي قد الخلا وهيبه وكيمشي كيرفع على وحده كتعاير وحده يلا وحشومه بيديروا التنازلات. اللي كنبداو نشوفوا استاذ محامي ولا وكيل عام ولا وكيل جلاله الملك وسيد القاضي مرافعات وقالت لي ايوا تلاقينا ايوا وهي تقول لي سير الله تنفعل لك ونترك لك وانا نقول لها والله تنشدك ونبركك فوق والله العلي العظيم. حتى الفصول القانونيه في بعض الاحيان تعجز على انها اش من فصل هاد الناس غيتابعوهم راه دارت فصول جديده فاطمه الزهراء نقول لك واحد قوانين جديده بالنسبه لهاد الناس اللي ولاو فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء دابا انت كتقولي هاد الشيء راه وصل للمحكمه وخصك ترجعي السينته وتشوفي فوقاش قال هاد الشيء راه قدام اطفال راه تسبوا قدام الاطفال طفله 4 سنين 5 سنين 10 سنين اما راه راجل تكلمنا على هذا الشيء كيتسبق سنين هذو حنا كنهضروا في هذا الموضوع قبل كورونا ولكن في كورونا حنا درت لهم دي ميساج في كورونا قلت لهم راه كاين واحد القانون اللي غادي يطبق ردوا البال القانون اي واحد حتى اللي كيدير لي كومونتير وتيسب فيهم راه كيتحاسب عليه حتى داك الكومونتير اللي كتسب فيه باش ننتقد شكون انت اللي غادي تنتقد بغيت نعرف هذو اللي كينتقدوا واش هذا انتقاد لا بغيت هذاك نقول لك واعر من حقي ننتقد انتقاد البناء شكون اللي عطاك الحق انتقاد البناء لا شكون اللي عطاك الحق باش تنتقد انت صحفي انت محلل شكون انت انتقدوا انتقاد بناء واخا انا كمواطن انتقاد بناء مثلا كتعجبني واحد ما كنعرف جو با با ماكسبريمي ما يمكنش نهضر ماشي انتقاد ولا سب ما كنعرفش نهضر ما ننتقدش ما غنتقدش انسان نسبو هو بحال دابا كاينين بعض ما يسمى بالمؤثرين خارج ارض الوطن تيسحبوا راسهم يقطعوا الواد ونشفوا رجليه لا يسحبوا الجمعيه صار كتحركوا تسمى اكيد لا يعقل ان واحد جبار كيضرب في المؤسسات وفي القضاء المغربي وهو لا يفقه شيئا وهو كل لا شيء لا شيء لا هو لا شيء هو الناس كيعرفوا اشنو كيفاش داير في الخارج سواء في اوروبا او في امريكا حطي تليفونك وبدا شفتوا هذا واحد الفاسد شفتوا هذا واحد تارك القضاء المغربي الاجهزه الامنيه بالله عليكم شكون نتوما بعدا اليوم القضاء راه كان صريح وكان واضح وكان حازم وهذه بدايه النهايه لكل ما تسول نفسه اكزاكتومون تبارك الله استاذه سميره وحنا واحد الميساج اخر غادي نحطو للمغاربه اتقوا الله في ريوسكم لان هذا الشيء اللي كتشجعوا فيه هاد الناس راه ما يستاهلوش هاد التشجيعات اللي كدير اللايك وكدير المشاهده و هذاك الشيء راه ماشي لصالحنا وهذاك الشيء كيرجع كيتسمى لو روتور دو باتون كتزلي بواحد العصا كترجع علينا ها هو كيرجع علينا هذا الشيء حيت كنتعايروا حنا المغاربه كلشي اللي هز كيضرب المغاربه شكون اعظم شعب واعرق شعب واعظم ملك واعظم سلطه واعظم قضاء حنا كنفتخروا بالقضاء ديالنا كنفتخروا انا اللي كنخدم مع القضاء وكنخدموا مع اسره الامن انا كنسميها اسره الامن لان اسره كتحمي النساء والاطفال اللي كنعيشهم يوميا النساء المعنفات الاطفال المعنفون
انا كنعرفوا القيمه ديال دوك الناس. انتم راه جالسين في ديالكم كتلايكيو شوفوا الناس سوغ لو تيران كي كيعانيو. شوفوا رجل الامن تيخرج من الصباح وتيمشي يبلغ، ولا رجل الامن اللي كيخرج باش ينفذ واحد الحكم واحد القرار، وتنوض وحده جالسه دايره واحد اللايك وجالسه المخزن ما كاينش، المخزن ما دارش خدمته. واليوم لاله، واليوم المغاربه المخزن كيدير خدمته، دفعتوا المخزن جوسكو بو انه يدير خدمته وكايدير خدمته، اللي ما كانش كيبين لكم اشنو